شاف احمد مكنزي اللي يسجل الهدف الرابع. احمد مكنزي امام حسن نجم. مكنزي جول، هدف رابع، هدف رابع للنجف. غزلان البادية يسجلون الهدف الرابع عن طريق احمد مكنزي، وفرحة كبيرة في المدرجات واكبر داخل الملعب، وهذه الجماهير فرحة بعد الهدف الرابع الذي سجله مكنزي. احمد مكنزي يسجل هدفه الثاني بعدما سجل في مرمى ديالا. هنا الاعادة واللقطة ما بين الكسندر يولي ومكنزي، ومكنزي يسجل ركلة الجزاء، وحسن نجم يستقبل الهدف الرابع لأول مرة في هذا الموسم. نفط ميسان يستقبل 4 أهداف. ضغط عالي من داوودة على فابرس ماجنم، وصلت لمحمد قاسم، حكم اللقاء محمد قاسم يحول المرور، مروة صوب، يا الله كاد أن يسجل ثنائية هذا المدفعشي. مبدأ الفائدة بعد الكرة المشتركة ما بين داوودة وفابرس ماجنم، وبالتالي محمد قاسم يعني كاد أن يسجل الهدف الخامس، كاد أن يسجل الهدف الخامس. اليوم مفتوحة الشهية للاعبي نادي النجف بالتصويبات. يا الله يا الله على هذه التصويبة